باش نقدم ضيفي اللي هو على التليفون مباشرة من فرنسا. هو منتج تونسي مختص في إنتاج البرامج التلفزية. هو أول منتج دخل حاجة اسمها كاراوكي في تونس. نحكي على برنامج نجيب الخطاب وفقرة الكاراوكي. هو أول من أنتج برنامج فيه القلبوسات، تسمى القلابس، ست القلابس. من بعد انقطعت أخباره من تونس ورجع للساحة بعد خلاف مع قناة حنابال حول حقوق التأليف لبرنامج المسامحة كريم. توا خلاف مع قناة التونسية وسامي الفهري حول حقوق تأليف القلابس أو اللوجيك السياسي اللي قاعد يتعدى على قناة التونسية في بثها التجريبي. سي اسكندر، ما جاوبتيش على السؤال. هل أنت مالك الحصري للقلبوسات هذوما اللي قاعدين يتعداو، ولا أنت خذيت شريط حقوق التأليف؟ أنا المالك الحصري للقلبوسات اللي عدي فيهم سامي الفهري من 95. عندي اتفاق مع شركتين اللي هما موجودين في أوروبا. الشركة الأولى اسمها زيغزاغ برودكسيون، يعني معناها هذه اللي تصنع في الكاريكاتير هذه، والشركة هذه تابعة يعني الشركة الثانية اللي اسمها ليماجي موفمون نتاع ألان دو فيرن اللي هو يصنع في القلابس في لي غينيول نتاع كانال بلوس. أنا اللي خلقت كلمة قلابس، خلقتها من كلمة قالب لابس، بديتها يعني معناها جلوبس، يعني معناها ما فما حد في العالم في الدنيا انطقت كلمة قلابس. حبيت نعطي يعني اسم المو ماريونيت، واضح. حبيت نكونوا عروسه ولا دميه ولا كذا وكذا. بون اخيرا وقت اللي تلاقيت بسي نبيل القروي فسرت له يعني معناها الوضعيه، وهو لقيته يعني معناها عينه باش يعمل الجنيول وعينه باش يرجع لي الاعتبار يا نبيل خويا، فهمت؟ الور قال لي باش نرجع لك الاعتبار يعني معناها بأتمم عليك الكلمه. قلت له نبيل، انا بالنسبه لتونس، بالنسبه يعني البرودكسيون يعني معناها الانتاج في تونس، عندي يعني معناها ما عادش ندفع حتى من اللي يعني خسرت برشا فلوس وما لقيت حتى دعم. يعني ما انا خذيت على عاتقي مهرجان الاغز في الثوره عام 94، يعني عملت لهم بتروفيه وبارلوندوفسكي، فهمت؟ يعني معناه اللي هو عامل لي تروفي دور، فهمت؟ يعني معناه ولي موليير وكذا وكذا. ما لقيتش انا بيدي ما استدعونيش يعني. سي اسكندر سامحني، انا باش نقص عليك بالعسل. سي اسكندر، تو انت المالك الحصري نتاع الحقوق التاليف. اليوم بار كونترا يعني معناتها سامحني سي اسكندر، يطلبوني باش نعطيك منه كوبي، والكونترا هذايا يخول لي اولا باش نحكي لك الصار. لا سامحني سي اسكندر، سامحني سي اسكندر، نسمع بعضنا شويه سي اسكندر، سامحني. فما نقطه نحب نوضحها بالكدا. انت قلت باش نكون واضح معاك. لا نقطه باش نوضحوها. اي فما نقطه باش نوضحوها. انت مالك الحصري لحقوق التاليف نتاع القلابس هذوما للجنيول، معناتها لوجيكمون معناتها فما حتى حد ينجم معناتها يخدم بهم. اليوم التونسيه قاعده تعدي في قلبوسات اللي هما على ملك النسمة، مش حتى على ملكي، لاني بعت الحقوق هذوما يعني معناها النسمة بعتهم ولا عطيتهم يعني معناها بكل قدام القضاء كما يقولوها. اليوم نسمة عطيتها الحقوق هذوما. مش تقول لي علاش نسمة، ما تقوليش علاش نسمة. علاش؟ لانه كما قلت لك حنابال القناة الوطنية ما تنجمش تعدي. شعلنا قنوات احنا، وشكون احترمني واعطاني قدري، ونسمة يعني معناها تمشي في نطاق يعني معناها مخي كما يقولوا. نحب بلادي تكون يعني مودرن، نحب انا ضد كل ما هو تطرف، ضد كل ما هو رجعيه، ضد كل ما هو يعني معناها الفن والحداثه. سي اسكندر سامحني، سي اسكندر سامحني، معناتها انتم توا اللوجيك السياسي قاعد يتعدى على قناه التونسيه، معناتها كيفاش انتم قاعد يتعدى خلل للقانون. لانه وقت اللي انسان يعني معناه تخيل روحك انت تتعاقد مع فنان وجهه يعني معناه يعطيهولك لفتره، اذا كان مش تقعد تعدي فيه وتلصق له يعني في كلام من وراه، وكل الفنان هذاك ملك روح وانت ما تعاقدش معاه، ايش يصير؟ فهمت؟ القلبوسه يعني معناه اللي صنعها باع لي قوالب الكل. يعني اليوم غدوه لو كان سامي الفاري تتقطع له يعني معناه قلبوسه، واللي هو القالب هو اللي هو به الفايده، فهمتني؟ تتقطع له قلبوسه ما ينجمش حتى يصلح، ما ينجمش حتى يعاود. سي اسكندر، انتم تخمموا باش ترفعوا قضيه معناتها ضد القناه بيوقف البرنامج؟ اليوم بكل لطف نقول نعطي نصيحه لسامي الفاري ما يزيدش يعني معناها في الطين بله في حكايه القلبس هذه، لاني نسمع قاعده تحضر يعني معناها في مشروع ونعطيها لكم بريمير يعني معناها بريمير اللي كانت يعني والاكسبريس اف ام. اليوم القلابس باش تولي بارتنير اوفيسيال نتاع كانال بلوس.
يعني نسمة وكانال بلوس صحوا اتفاقيه اللي مش يوليو بارتنير اوفيسيال. مش تكون يعني معناه لي غينيول دو لانفو اللي صايره في فرنسا وتصير بنفس التقنيات وبنفس الحركيات كما يقولوا. شنو حبينا كونوا توانسه يتعلموا يعني معناه التقنيه هذه. انا قعدوا لي فيدال يعني معناه قالوا لي اوفياء اولادي اللي علمتهم، جبت فرانسيس على ليبوك معناه باش علموهم. في شخص مثلا الرئيس نتاعهم يعني معناه المبدع عياد بن معاقل، فهمتني؟ عياد بن معاقل كلهم اولاده، وعلاش هو يخدم فيهم، فهمت؟ لكن القناه التونسيه ما عملتش معاهم اتفاق، احنا عملنا معاهم اتفاق ب5 سنين، كلهم صحين معنا ب5 سنين. اليوم في الساحه التونسيه اليوم اللي نشوف فيه وتشوف كونه اللوجيك السياسي اللي يعمل فيه سمير فاري، اولا نشوف تقنيات ما همش هما، ثانيا قاعد يجيب يعني معناه باللورو دي فرونسي من برا ويخلص فيهم باللورو اللي انا نحب نخدم كان توانسه، فهمتني؟ يظل البلاد يعني معناها ماهيش محتاجه يعني معناها باش نعجزوها يخرجوا يعني معناها الديفيز البرا. اسكندر خليل ثانيا يخدم قلبوسات يعني معناه ما همش على ملكه. انا نتحداه لو كان معناها يجيب لي مثلا الفاتوره نتاع الجبالي ولا الفاتوره نتاع المرزوقي ولا كونتراتو من اي بلاصه اللي هو شراء. عملوا غلطه هما ما نخبيهاش عليك باش الساده المشاهدين المتفرجين يعني يفهموا صار عملوا غلطه كونوا حبوا يربحوا باش يدخلوه عند اون دور دو لادوان وكذا كذا فهمت وكذا وكذا ويخلصوا فيها فهمت بطريقه غير شرعيه. خذوا فاتوره كونساي اون كوميونيكاسيون، ولو كان خذوا فاتوره في قلبوسه على الاقل يعني نجموا يستعملوها. يقول لك انا شريت اليوم حتى قدام القضاء ما ينجموش يظهروا بفاتوره. سي اسكندر خليل اسكندر خليل سامحني نعرف شيء هذا اللي يصنع فيهم اللي عامل معاه عقد من 95 وقت اللي يعني خسرته فهمت قلت له يعني معناها تحديت يعني معناها العقد بتاعنا قال لي راني ما عطيت حتى فاتوره وانت غبت عليا وفقدت الامل باش نواصل معاك مع تونس وكذا وكذا. قلت له اني دو روتور ومع قناه نسمع ولا سي اسكندر خليل فما شكون يقول انه معناتها باش يقعد نفس الفريق التقني بالنسبه للقناه التونسيه في بث تجريبي وكيف كيف زاد كيف نفس الفريق باش يتعامل مع قناه نسمع. شنو رايك انت في التصريح هذا؟ هذا كذب في كذب. الحاجه الوحيده هما عندهم مقلد يعني معناه وليد يعني نحبه برشا ما يقلدش اصوات يعني اخرى خلف الاصوات اللي هو اخترعهم اسمه وسيم حاجه كيف هكا. هذاك يعني معناه ملكهم لانه يخدم مع موزايك فام ويخدم مع نوفل الوردادي ويخدم مع الكليك. احنا اليوم خذينا كمقلد يعني معناه خذينا 6 عناصر. واحد يعني من الموجودين يعني خذينا نجيب موسى وتشوفوا مش يبدعوا مش يوريكم حاجات يعني معجزات. جلال جلاسي تقريبا زاد كيف ما زلنا ما ركزناش على جلاسي ربما. سونيا البجاوي هذا في الفريق عندنا سونيا البجاوي مش رجعوا يعني بار نوستالجي فهمتوا وتقلد الاصوات النسائيه. عندنا زوج بنات حلوين اوسي اللي مش يقيدوا مش اللي انا عندنا ما يجري في فهمتوا. عندنا شخصيات سياسيه نسائيه زاد وعندنا يعني معناه زوج وليدات يعني جدد فهمت اكتشفناهم لور دان كاستينغ. عملنا كاستينغ يعني اخيرا وتحصلنا يعني معناه اعز ما ثم يعني معناه في تونس في التقليد مع ليكيب اللي موجوده في قناه نسمه تاع كراكوز نيوز ما نعرفش تسمعوا بهم. خذينا يعني معناه احسن العناصر زاده باش نوصلوا بهم والباقي يعني معناه مش يصير فوالا. هذه ليكيب من ناحيه تحريك العرائس نفس الليكيب اللي كانت في اللوجيك السياسي الكل اللي خرجت ما قعدت فيها حتى عنصر. ما سامحني سي اسكندر احنا قاعدين نتفرجوا في اللوجيك السياسي مازلنا نتفرجوا في اللوجيك السياسي. وقت اللي يجيب زوز فرانسيس يخلصهم باللورو يحركوا له والقلبوسه قاعده تطيح والبدن يعني معناه ماهوش في بلاصته هذيك خدمه رجع غالبين كان بغنايه بنت الناس وكذا. سي اسكندر سؤال الاخير بالنسبه لك انت ونكملوا الحوار معاك او نتوندون ان شاء الله كي تتحضر مليح القلابس هذيا نكلموك وناخذوا تفاصيل قبل شويه من شهر رمضان. نبيل على لانك شفتك يعني معناها انبثقت يعني معناها فهمت من مده طويله ونتبع فيه. ما باش نوضحوا شويه الامور سي اسكندر. اما تبارك الله عليك ربي يوفقك نبيل. يعيشك سي اسكندر. يعني سؤالك الاخير واضح سي اسكندر خليل معناتها في رمضان ماناش باش نشوفوا برامج نتاع قلابس كل واحده في قناه
شوف برنامج برك معناتها. يا اخي فما ناس كاميكاز ينجموا يعني معناه يتحداوا القانون، ينجموا زاد يمشيوا لتشيكوسلوفاكيا ولا يمشيوا لاي بلاد، اما قلابس باش ينجموا يشريوها من فرنسا من اوروبا، على خاطرش نعرف ان معناها البلايص اللي ينجموا يتحصلوا على قلبوسات منهم، يعني تقنيه يعني معناها سبيسيال فهمتني. ينجموا ايش باش نقول لك. واضح. باهي سؤالي الاخير سامحني. ينجموا فلوس برشا، على خاطرش هما تو صارفين ما يقارب 1.5 مليار راهو في القلبوسات اللي شراوهم شيفونات، ما شراوش القوالب نتاعهم، حبوا على الرخص. احنا شرينا القوالب، احنا غدوه حتى اللي مش تشوفهم المرزوقي نفس المرزوق اللي في اللوجيك السياسي فهمت. ماناش باش نبدلوا، علاش ما كنتش تصنع معناتها قلبوسه اخرى. اي علاش قلت نقل فهمت. قاعدين يعني نزيدوا في ماريونيتات جدد، لكن القدم ديما نفسك الماريونات ما هيش شخصيات جديده. اي سي اسكندر سؤالي الاخر سامحني، قلبوسه نبيل القربي باش تقعد تقريبا؟ انا ماذا بيا تقعد وتكلمت معاه وبروح رياضيه وخليوه بابا الحنين وخليوه كذا، ما هيش مشكله راهو. صرحت فيها يعني ما كتبتها على الفيسبوك نتاعي باش نقول للعباد يعني معناها ما تقولوش راهو مش نخدموا جمل وجهك وكذا. لو كان شفتهم عملوا لي قلبوسه ليا تضحك، شفتها العشيه فهمت، قالوا لي تمشي تبدل حاجه تبدل حتى جاي مش حطوني في الجينيريك زعما فوالا اسكندر خليل قناه نسمه قسمه كذا وكذا، يحب يرجع لي الاعتبار بارك الله فيه. هذا راهو مش هو راهو اللي سماك هناك، وفما واحد يعني معناه يحب يحبطوه فهمت وياخذوا له حقوقه ومدير ما انا يظهر لي الفازه هذه يعني معناها جات راجعه ودوبا يعني معناها تمشي في مصر مش راجع لخدمتي يعني معناها عندي يعني معناها شركاتي فهمت واجوائي، لانه القلابس ما لهم كان يعني معناه حاجه معناها باش دخل البسمه باش تحل طبي فوالا ومش نوصلوها باش ترجع لدارها الاصليه فوالا. واضح. سي اسكندر خليل يعطيك الصحه على الاتصال نتاعك، كنت معنا من فرنسا حكيت لنا على حقوق شراء حقوق التاليف نتاع القلابس واللي قلناو هذوما. دونك ان شاء الله نطلبوك مره جايه وتحكي لنا ولا تكون حاضر معنا في تونس ونحكيو على البرنامج هذايا في البرمجه الرمضانيه لقناه نسمه تي في واكثر تفاصيل على البرنامج هذا. وبعد رمضان زاد ان شاء الله، وبعد رمضان ان شاء الله. يعطيك الصحه سي اسكندر.